هذا هو تشيز كيك اللي من نهار غتجربيه غتولي مدمنه عليه. كيجي ساهل وزوين بزاف ولذيذ، وليداتك غيحماقوا عليه وبطريقه جد سهله، بلا جبنه الماسكاربون وبلا تماره، وعطيتو لك ب4 ديال النكهات اللي ساهلين وبساط. غناخد طحانه، غادي نطحن 170 غرام ديال بسكوي الشاي، بسكوي يكون بدون شكلاط بلا والو، وغادي نضيف ليه 90 غرام ديال الزبده اللي كتكون مذوبه، زبده تكون نوعيه جيده حيوانيه باش كيعطيكم المذاق زوين في البسكوي ديالكم في الطبقه الاولى. من بعد ما كيتلبسوا لي حبيبات ديال البسكوي مزيان بالزبده، غندوز مباشره نقاد الكويغطات في هذا في المول ديال الكاب كيك، وغادي نبقى كنبسط الطبقه الاولى وغادي نبرك عليها بالكاس باش كتقاد مزيان، ونخليوه على جنب وندوزو باش نصاوبوا لا كريم. بالنسبه لطبقه الجبن غادي نحتاج فيها 5 يوغورت بالنكهه ديال الفاني، هذا عندي انا بالسكر، الا كان بدون سكر راه تقدروا تضيفوا السكر على حسب الذوق، وكاين اللي كيزيد واخا كيكون حلو كيزيد هو السكر من عنده. من بعد غادي نزيد 2 اكياس ديال السكر بالنكهه ديال الفاني، وتقدروا ديروا الفاني سائله بحال بحال. غادي نزيدوا 3 ديال المكعبات من الجبن المثلث، تقدروا ديروا الجبن المربع حتى هو، وغادي نضيفوا 5 ديال المعالق كبار يكونوا عامرين ديال الحليب بودره، ما يعادل كاس كبير ديال العنبه. من بعد غادي نجيب البغا ميكسور وغادي نطحن مزيان، تقدروا تطحنوا حتى في الخلاط ديال العصير. من بعد ما طحنت مزيان الخليط كنقادو كشكل طبقه ثانيه، والفران كنخليه يسخن غير واحد شويه. من بعد ما كندخلوا ليه هاد الطبقه باش كتجمد، غادي نقص على الفران، غنخليه درجات الحراره ديالو منخفضه واحد شويه، ما تخليوهاش طالعه، وغنتسنى عليهم غير واحد 8 دقائق يطيبوا. اون فوا كيديروا واحد القشره من الفوق وكتقيسوهم بحال هكا ما كيتلصقوش في الاصابع، صافي كتعرفوا باللي راه هذا باللي الكريمه ديالكم وجدات، وتقدروا تخرجوهم من الفرن. ما تخليوهمش حتى كيتحرقوا حيت كيتكمش داك الجبن. من الاحسن غير تقيسوا ديك الطبقه تلقاوها شدت في راسها، صافي خرجوهم من الفران، وهما من بعد فاش كيبردوا تيتحطوا في الثلاجه راه تيزيدوا ديك الطبقه تزيد تقصح. وغنقادو دابا الكلاصاج ديال الحامض، غادي نحتاجو 4 كوب ديال العصير ديال الحامض، وواحد الكوب غير مملوء ولا كاس لاروب ديال الماء، 2 معالق كبار ديال السكر، وغادي نحتاجو واحد شويه من النكهه ديال الحامض، هذه اختياري تقدروا تزيدوها او تستغنوا عليها. وغادي نحتاجو 2 معالق ديال الكاستر او كريم باتيسري بالنكهه ديال الحامض حتى هو. الا ما كنتوش كتوفروا عليه تقدروا ديروا كريم باتيسري العادي جدا، ولا تعوضوه ب2 ديال المعالق كبار ديال النشا ديال الذره. كنخلي الخليط ديالي يطيب على نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى كنحصلوا على واحد الصلصه اللي كتكون خاتره بحال هذا الشكل هذا وثقيله في القوام ديالها. الا بغيتوا تزيدوا تخففوها راه كتقدروا تزيدوا ليها غير الماء ولا عصير ديال الحامض وكتخفف. ودابا غادي نوجدوا النكهه الثانيه اللي هي ديال الفريز بالجيلي. غادي ناخذوا كاس لاروب ديال الماء يكون غليان طايب، غادي نضيفوا عليه 2 معالق كبار يكونوا عامرين ديال الجيلي ديال الفراوله، وتقدروا تعوضوا باي نكهه نتوما بغيتوا. غادي نخلطوهم مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا بحال هكا، مباشره غادي نديروهم على التشيز كيك ديالنا من بعد ما برد. وكيف ما كتشوفوا معايا التشيز كيك اللي على اليسار درت ليه الكريمه ديال الحامض اللي وجدت معكم. وفي طبقه الكلاصاج بالنكهه ديال القهوه غادي نحتاجو كوب غير مملوء ديال الماء، غادي نضيفوا عليه واحد فلون بالنكهه ديال الفاني، و2 معالق صغار مع عامرينش ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي نحتاجو قياس ديال السكر حسب الذوق. انا درت 2 معالق كبار ديال السكر ما يكونوش عامرين. غنحركوا هاد المكونات مزيان، كنخلط جميع المكونات وكنخليهم على نار متوسطه حتى كيغلي ليا الماء، وكنتاكد باللي الفلون طاب مزيان، وكنخليه واحد شويه كتنزل الحراره ديالو تيبدا يبرد. كنحط بسكوي في كل وحده وكنصب من فوقه الخليط اللي صوبنا ديال القهوه.
وبالنسبه للشكل الاخير احتاجيت فيه غير 20 غرام ديال الشوكولاته السوداء. غادي ندوبها مع شي شويه ديال الزيت ولا ذوبوها غير بوحدها، وغادي نزيدوا عليها 3 ديال المعالق كبار يكونوا عامرين ديال اليوغورت بالنكهه ديال الشوكولا. صافي تخلطوهم مع بعضياتهم تيعطيكم واحد الكاناش اللي زوين واقتصادي وتيجي بنين. غادي ديروه كطبقه اخيره للتزيين. ودوك الخطوط الخضرين اللي تشوفوا هذيك غير كريمه ديال البيستاش، سخنتها حتى هي حتى دفات ودرت بها دوك الخطوط وصافي حنا سالينا. خليهم يبردوا مزيان في الثلاجه وقدموهم بالصحه والراحه. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.